لو ما شفتش الجزء اللي فات من حكاية سينكو وعودة الأرض فروح شوفه الأول وتعالى. السلام عليكم. وهنا يا صديقي قرر سينكو انه انسب حاجة علشان يكسبوا تسوكاسا بانهم يبدأوا يعملوا اكل معلب سريع التحضير علشان يكون معاهم امكانية المثابرة في القتال. وبالفعل يا صديقي تم عمل رامن مجمد ومجفف ولا اجدعها اندومي. والله جوعتوني يا ولاد اللذين. وبالفعل ينجح سينكو كعادته ويفعلها وينتج رامن مجفف ومجمد للاستعمال بشوية مية سخنين. وهنا الثلاثة سينكو وكينرو وجن قرروا انهم هيعملوا خطة الا وهي انهم هيبعتوا التليفون اللي معاهم ده سماعته عند مقاتلين تسوكاسا ويسمعوهم الاغنية اللي كان والد سينكو بعتها له من زمان. واما المقاتلين هيسمعوا الاغنيه هيفتكروا ان في حد موجود في العالم غير تسوكاسا. وبدات خطه سينكو بالفعل، وعلشان الجاسوسه اللي كانت مستنياهم فوق فهم مسكوها الاول علشان ما تلحقش ترجع وتقول لتسوكاسا اللي هم بيعملوه، لكنها للاسف الشديد قدرت تهرب منهم يا صديقي. وهنا طارت على القريه بتاعتها علشان اخذت بالها من الثلاثه الناقصين من قريه العلم. وبدأ سينكو يتتبع آثار الجاسوسة دي، وبدأت المطاردات بالفعل يا صديقي. وبدأ سينكو وجين يتواصلوا مع بعض عن طريق رنات التليفون باستخدام شفرة موريس. وهنا هم خدعوا الجاسوسة دي بالفعل يا صديقي ومسكوها مرة تانية. واكمل الثلاثه دول مسيرتهم الى قريه المحاربين. وبالفعل كمان مره بتنجح قريه العلم بزرع السماعات في مكان قريه المحاربين ويجدها صديقنا القديم تايجو. والله ليك وحشه يا صديقي. بلغ سينكو تايجو صاحبه واخوه كل حاجه عن الخطه، ويتضح ان كان في حد بيراقبهم طول الوقت ده، واحده اسمها نيكي. لكن تايجو هنا قرر يجرب معاها الخطه وانه يسمعها صوت التمثيليه اللي هم بيعملوها دي ويشوف هتنجح ولا لا. وبالفعل يا صديقي تنجح الخطة وتنبهر المراقبة دي وتقرر انها تساعدهم. وعلى الناحية التانية ناحية ماجما وكروم كان في واحد كده معاه قوس شافهم فبدأ بالهجوم عليهم، لحد ما كروم فكر في فكرة وانه يستسلم ليه علشان هو اصلا الراجل ده عايزهم اسرى علشان يستجوبهم، فهو مش عاوز يموتهم، هو عايز يحبسهم بس. وبالفعل يفعلها كروم ويكون اسير للراجل ده، وراحوا لكهف تسوكاسا. ومجمع الناحية التانية رجع وهرب لقرية العلم. قرر سينكو انه خلاص هيبدأ الذهاب لامبراطورية تسوكاسا علشان ينهي الموضوع، وفي نفس الكلام كده اخترع عربية علشان يشيلوا حاجاتهم عليها. وبالفعل اتحركوا لقرية تسوكاسا، وفي نص المشوار قرر سينكو انه يعيد اختراع الورق، اهو حاجة كده في النص في الطريق. ومن هنا يا صديقي عزز العربية بتاعتهم بألواح الكربون فايبر اللي مكونة أصلا من الورق. أنا عن شخصي أنا أول مرة أعرف المعلومة دي، فبقت أخف وأقوى في نفس الوقت. وعلى الناحية التانية بقى مكان سكن كروم في قارة تسوكاسا كانوا بيحضروا لفخاخ معمولة في الأرض علشان يقع فيها سينكو وهو جاي ينقذ صاحبه، وكان كروم هو الطعم. واما شاف كروم الفخاخ دي قرر انه يهرب لوحده قبل ما سينكو وقارة العلم تجيله ويقعوا في الفخاخ المعمولة دي. وبالفعل بينجح كروم باستخدام العلم بانه يذيب الحبال اللي ماسكه السجن ويكسرها بسهولة. وبالفعل يا صديقي يفعلها كروم الأعجوبة ويهرب من الحراس كمان، لكن بيبدأ يطارده مدير السجن الحجري ده. ولكن يا صديقي مدير السجن ده بيكون شخص قوي جدا وبيلحق كروم، بل وبيضربه كمان، وبسبب إصابة كروم بيرجع دم كتير جدا. وهنا يرمي قنبلة في وجه الجميع أولهم أنا، إن كروم مصاب بالالتهاب الرئوي. واثناء حديثه عن موته وكده استخدم الدم ده بانه يرشه في وش مدير السجن ده علشان يشتت انتباهه، وهوب يديله في بيوضه فأسوأ يا صديقي. طبعا مدير السجن ده اغمى عليه الله يعينه وهرب كروم منه، ويفعلها كروم ويوصل لفريق العلم بسلام. لكن يا صديقي وحط تحت لكن دي مليون خط، كروم ما كانش مصاب بالتهاب رئوي ولا حاجه، كانت ألعوبان كده خدعه يعني علشان يستغلها في الهروب. خبيث الواد كروم ده. وبدأت يا صديقي خطة سينكو، وأول حاجة عملها إنه شغل صوت المغنية في السماعات اللي هو كان حاططها مكان قبر المزيف، وطلبت منه المغنية اللي هي أصلا جن بس بيقلد صوتها إنهم يقفوا مع قارة العلم وسينكو لحد ما أمريكا تيجي وتنقذهم. وتحدث هنا يا صديقي المفاجأة الأروع، إن الراجل أبو قوس وسهم ده ظهر لهم وطلع اسمه أوكيو، وقرر برضو إنه ينضم لقارة العلم علشان مفيش حد يموت. لا وكمان ظهر لهم تايجو والبنت صاحبتهم. وجاء يا صديقي اليوم المنتظر ألا وهو يوم القتال. وبالفعل يا صديقي فاز فريق العلم على قارة الحجارة
في أول 20 ثانية، وفازوا يا صديقي فوزا ساحقا وغزوا كهف العجائب اللي فيه السائل اللي بيفك التحجير يا صديقي. لكن يظهر هنا تسوكاسا ودراعه اليمين في ظهور ولا أروع، وبدأ القتال بين الفريقين. وهنا جري سينكو على كهف علشان يعمل حاجة جديدة بالسائل العجيب ده، وعلى الناحية التانية كانوا بيهاجموا تسوكاسا يا صديقي، لحد ما عمل سينكو سلاحه الجديد وهو في الكهف بمناسبة كروم وجن، ألا وهي الطائرات المفرقعة. وهنا سينكو عرف كمان نقطة ضعف تسوكاسا ألا وهي أخته، واللي تعتبر ميتة كلينيكيا طول الفترة دي، وكان هو بيدخل مسابقات القتال علشان يحاول يعالجها، ده زمان. وهنا اتفق سينكو وتسوكاسا على هدنة، وإن سينكو هيحاول يحييها من جديد ويعالجها، وعاشت القريتين في سلام وهدنة يا إلهي. وبدأوا في تدوير على أخته في مكان المستشفى القديم لحد ما لقوها، وفي الحال حط سينكو السائل العجيب عليها، وبالفعل يا صديقي بدأت الحجارة تتكسر. لكن بطبيعة الحال يا صديقي لازم الخازوق يأتيك من حيث لا تدري، ولا سلام في هذا العصر الحجري. يهرب مدير السجن ده على الناحية التانية ويهرب البت دي كمان، وبدأت تبدأ تفجيرات في المكان بالديناميت اللي عمله سينكو. وهنا يظهر الخائن ألا وهو دراع تسوكاسا اليمين، ويقوم بغدر تسوكاسا وطعنه في قلبه، ويقع الثلاثة في النهر، دراع تسوكاسا اليمين وسينكو وتسوكاسا شخصيا. وصلوا الثلاثة للشط، وبدأ سينكو يكسب وقت بالرغي مع هيوجا دراع تسوكاسا اليمين، لحد ما تسوكاسا قدر يجمع شوية من قوته وقام هاجم على هيوجا، واتحد سينكو وتسوكاسا ضد هيوجا. وبالفعل يا صديقي نجح سينكو بأنه يصعق هيوجا ببطاريات الليثيوم اللي كان عاملها من زمان. وبكده يا صديقي انتهى كل شيء، ويعتبر كل الشر أو كارهي العلم خلصوا. وبكده بدأ سينكو في استكمال بناء مملكة العلم من جديد. وبقرب موت تسوكاسا وهو بيطلع في الروح، كان سينكو عنده خطة بأنه يجمد تسوكاسا جوه التلاجة، هو هيصنعها ويحفظه لحد ما يلاقي طريقة لعلاجه، وحطه فيها ويعتبر جمده. وبعديها قرر سينكو انه هيبدأ يدور على مصدر الضوء الأخضر اللي حجر العالم ده كله، ويفهمه أكتر علشان يعرف يتعامل معاه في الفترة الجاية. وبكده ميعادنا الجاي في ابريل على حسب ما قالوا من السنة اللي احنا فيها دي. فهل سينكو هيعرف يجيب مصدر الضوء الأخضر ده ويعرف يحل اللعنة اللي حصلت على العالم دي ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الموسم الجديد من دكتور ستون. والسلام عليكم.